الحجر اللي كيتركب في الواجهه ديال المنزل ضروري دار له السلك في الظهر ديالو، غادي يتركب كما كتشوفوا معايا. المعلم كيحفر في الظهر ديال الحجر وكيدير الكولا ديالو وكيلصق هذاك السلك بالطريقه اللي كتشوفوا معايا، لان الواجهه ديال المنزل كما كتعرفوا كتكون معرضه للعوامل ديال الجو كامله، كتاثر بالعوامل ديال الجو، وبالتالي هذاك الحجر اذا ما تلصقش بالسلك بالطريقه اللي كتشوفوا معايا كونوا اكيدين غادي يدوز واحد المده وغادي يبقى يطيح. وبالنسبه لهذا الحجر بالاضافه الى السلك كما كتشوفوا معايا المعلم كيفاش كيدير يلصقوا، ايضا كله كيتشرط من الظهر ديالو، راه كما كيبان لكم كله شرطو باش كيشد مزيان في الواجهه كما قلت لكم باش ما كيتاثرش وما كيوقع له حتى حاجه مع المده. وبالنسبه للنوعيه ديال الحجار اللي غادي يخدم بها المعلم هذه الواجهه هي الرخام ديال تازا، غادي يخدموا على شكل تاع حجارت. وكما كتعرفوا كاملين بالنسبه للرخام ديال تازا فيه جوج الوان، فيه الباج وفيه الرمادي. هذه الواجهه غادي تخدم بالرخام ديال تازا اللي في اللون الرمادي. وكما كتشوفوا معايا بالنسبه لهذاك السلك اللي لصق المعلم في الظهر ديال الحجره ما خلاهش هكاك طويل مسرح، كيلويه بهذه الطريقه باش ملي كيلصقوا في الحيط كيلصق هذه الحجره في الحيط هذاك السلك كيشد مزيان في هذاك البغلي. الاخوان ردوا البال، هاودني منكم كما كنأكد عليكم دائما اذا كنتوا غادي تخدموا بالرخام اللي اللون ديالو فاتح ضروري هذاك الرخام كيتركب بالسيمه البيضاء ماشي بالسيمه الكحله، سواء هذاك الرخام كنتو غتركبوه في الدروج اولا في الارض ديال المنزل اولا في الحمام اولا في الواجهه ديال المنزل كما غادي تشوفوا معايا ضروري كيتخدم بالسيمه البيضاء ماشي بالسيمه الكحله. هنا كما كيبان لكم المعلم كيخلط تقريبا ثلث ديال السيمه البيضاء مع الثلثين ديال الرمله، وهذا هو العجين اللي حصل عليه المعلم واللي غادي يخدم به الحجر ديالو. وعلاش كنخدموا هذا النوع هذا ديال الرخام اولا اي نوع ديال الرخام اللي اللون ديالو فاتح بالسيمه البيضاء؟ كما سبق لي شرحت لكم اذا مشينا خدمنا بالسيمه الكحله هذيك السيمه الكحله غادي تشربها هذاك الرخام وغادي يطلع على الوجه، هذيك الكحوليه كتبدا تطلع على الوجه. وجميع الاخوه اللي خدم لهم المعلم الرخام اللي لونه فاتح بالسيمه الكحله وقع لهم هذا المشكل، يعني هذاك الرخام امتص هذيك الكحوليه وطلعها على الوجه. وهذه هي الخدمه وهذا هو الرخام ديال تازا من بعد ما تركب في الواجهه. الخدمه باقا ما كملتش ورغم ذلك تبارك الله ما شاء الله العمل متميز ديال المقاول عمر والفريق ديالو المتخصص في التركيب ديال الحجاره سواء في الواجهات او وسط المنزل. بالنسبه للمقاول عمر هو من مدينه طنجه وايضا من مدينه وجده وكيخدم في جميع المدن المغربيه. وبالنسبه للرخام ديال تازا ملي كيتخدم على شكل تحجرت في الواجهه ديال المنزل اولا في السور ديال الحديقه كما كتشوفوا معايا كتخدم وحده بولي يعني رطبه يعني كدوز في الماكينه اللي كتلمعها، ووحده كتكون بوشاردي. شنو بوشاردي؟ يعني حرشه. كما كيبان لكم هذيك اللي اللون ديالها مغلوق راه هي بولي راها رطبه، وهذيك اللي اللون ديالها فاتح كتكون بوشاردي. وبالنسبه للفواصل اولا لي جوان ديال هاد الرخامات كيدار لهم تما بحال واحد الجوان كرو كما كتشوفوا معايا باش ملي كيركبوا حدا بعضياتهم كيعطيو هذاك الفراغ اللي كيعطيهم الجماليه. وايضا حتى بالنسبه لي باكيت اللي خدم به مع هاد الحجر ما خدمش بلي باكيت سامبل، يعني دار فيهم واحد الفتحات، هاد الفتحات اللي زادوا عطاو الجماليه للخدمه ديال التحجرت. وايضا حتى واحد الرخامه اللي هي بولي المعلم دار فيها هاد الزواقه هذه اللي كتشوفوا معايا، دار فيها داك الديزاين وبطبيعه الحال قطعه بشكل طولي باش تخدم كاطار للنافذه والباب ديال المدخل والكراج. ودابا غادي تشوفوا معايا الطريقه اللي كيركب بها المعلم هذا الرخام في الواجهه، الطريقه الصحيحه بطبيعه الحال. من بعد ما خلط البغلي ديالو ومن بعد ما دار السلك وشرط الظهر ديال هذاك الرخامه، دابا غادي يبدا العمليه ديال التركاب. اول حاجه كما بان لكم شاد هذاك القرعه د الماء وفزك الظهر ديال هذا الرخامه مزيان وعاد بدا كيعمر البغلي في الظهر ديالها. كما كتشوفوا معايا البغلي راه عمرو مزيان ما خلى حتى جهه خاويه اولا فراغ، يعني كيعمرو مزيان. انا حرصت اني نصور لكم هذه المرحله باش تشوفوا بعينيكم كيفاش ان هذاك الرخامه اولا هذاك الحجره كيعمر لها الظهر ديالها مزيان بالبغلي باش تشد مزيان وما يوقع لكمش مشكل من بعد. واحد الناس كانوا شاركوا معايا الفيلا ديالهم، راه تبارك الله فيلا كبيره وكلها خدموها بالحجر، ضربت لهم تقريبا واحد 4 سنين وهذاك الحجر كله بدا كيطيح. لهذا انا كنركز لكم على هذه النقاط، يعني كان بامكاني اني نصور لكم غير النوع ديال الحجار ونصور لكم الواجهه كي جات وصافي، ولكن انا كنحرص نعطيكم المراحل اللي هي مهمه في التركب، هي اهم حاجه اكثر من الديزاين. الديزاين كيعجبنا اللون يكون زوين، كيعجبنا العمل يكون متناسق، ولكن اذا كان الديزاين زوين وكانت الخدمه التركيب ديالها ناقص هذاك الديزاين
ما يعطينا حتى حاجه. عاد دوز واحد المده وهذاك الحجر كله غادي يطيح، وعايز تقوم مالين الدار يعني خاسرين وخصهم يوليو يعاودوا الواجهه ديالهم. اذا لهذا كنحرص دائما ان نعطيكم المراحل المهمه باش الخدمه تكون عندكم مزيانه، يعني الديزاين يكون زوين وفي نفس الوقت الخدمه تكون صحيحه. وكما شفتوا معايا في الفيديو انا كنهضر ولكن نتوما راه متبعين الفيديو. المعلم مني فزك الظهر ديال الرخامه ايضا فزك حتى الحيط، يعني قبل ما يحط هذاك الحجره ديالو فزك مزيان هذاك الحيط، عاد حط الحجره ديالو كما شفتوا معايا. الاخوان واحد النقطه مهمه بغيت ناكد لكم عليها، راه ماشي اي نوع ديال الحجاره صالح للواجهات. كاين النوع ديال الحجاره ممكن انك تخدم به وسط المنزل ما كاين حتى اشكال، ولكن في الواجهه ما صالحش، ولو انك تخدمه بالسلك يقدر مع المده يتاثر ويطيح. وهنا كما كتشوفوا معايا كنشارك معكم بالنسبه لهذا الرخام كيفاش انه ملي كيتقطع كيدار له هذا الجوان هذا باش كيعطي هذاك الديزاين كما شفتوا معايا ملي كيتركب في الواجهه. هنا غادي نشارك معكم الطريقه اللي المعلم دار بها الفتحات هذاك الباكيطات. يعني ملي وريتكم في الواجهه شفتوا بان هذاك لي باكيط اللي خدم بهم ما جاوش سامبل هكا، يعني فيهم واحد الفتحات وزادوا ديزاين وزادوا واحد الجماليه للواجهه. هنا كما كتشوفوا معايا المعلم اول مرحله بدا بها خدا المترو ديالو باش يقسم هذاك الباكيط ان هذاك المسافات تكون متقيسه. يعني قبل ما يبدا يدير هذاك الفتحات خصو يكون راشم، وهذاك المسافات تكون قد بعضياتها، ماشي تجي مسافه كبيره ومسافه صغيره. ومن بعد غادي يبدا يرشم هذاك البلايص اللي قسمهم. الصراحه عمل فيه مجهود، عمل كياخذ الوقت، راه ماشي سهل. الخدمه ديال التحجرت فيها مجهود، كتاخذ الوقت. تبارك الله على الدراري وتبارك الله على اي حرفي كيخدم بالمجهود ديالو وبالعرق ديالو وكيحلل فلوسه. المعلم كيشارك معنا الاله اللي كيدير بها هذيك الفتحات. بالنسبه للقناه راه متبعينها الناس اللي كيبنيو والناس اللي كيصلحوا، وايضا حتى الحرفيين، وكاينين حتى الحرفيين المبتدئين اللي حتى هما كيبغيو يعرفوا بعض التفاصيل باش يبداو يخدموا بها. مزيان اي حرفي انه يزيد ينمي المعرفه ديالو. كاينه شي اشياء اللي ما غاديش يكون عارفه وكاين الاشياء اللي غادي يكون عارفه، ولكن دائما يكون كيبحث، دائما كيجرب، دائما كيدير اشياء جديده باش ما يبقاش في بلاصتو. وبالنسبه للاخوه اللي كيسولوا على الحجر ديال تازا، ماشي الرخام ديال تازا اللي كيكون حتى هو اللون ديالو باج والصالح للواجهات، نعم صالح للواجهات حتى هو كيكون صحيح. ردوا البال الاخوان غير من بعض الانواع ديال الحجر بحال هذاك المصدي، بحال المصدي كيعطي واحد الديزاين اللي هو زوين بزاف، ممكن تخدموا فيه به وسط المنزل ما كاين حتى اشكال. ولكن في الواجهه ديال المنزل بزاف ديال الصناعيه المتخصصين في التحجيرات كينصحوا انه ما يدارش في الواجهه، يعني مع المده يقدر يطيح واخا انه يتخدم بالسلك. ودابا كما كتشوفوا معايا المعلم في المرحله النهائيه وكيدير هذاك الفتحات في الباكيط، وهاد الباكيط ها هما تركبوا. شوفوا معايا الديزاين ديالهم كيفاش جا، وحتى هذاك الفتحات المعلم كيحاول يجيبهم نيشان مع هذاك الجوان ديال الحجر. ودابا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، وبسلام عليكم في فيديو